إلى التفاصيل الآن، وبداية بهذا الخبر، حيث قررت جمهورية غانا تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الوهمية. وجاء الإعلان عن هذا القرار في وثيقة رسمية لوزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي لجمهورية غانا، موجهة إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج للمملكة المغربية. وقررت جمهورية غانا إبلاغ حكومة المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة بهذا الموقف على الفور عبر القنوات الدبلوماسية. كما أعربت جمهورية غانا في الوثيقة الرسمية ذاتها عن دعمها للجهود الصادقة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل التوصل إلى حل مقبول من جميع الأطراف. هذا وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية غانا كانت قد اعترفت بالجمهورية الوهمية عام 79 و900 وألف، وبفضل الزخم الذي أعطاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقضية الصحراء المغربية، قطع أو علق 46 بلدا من بينهم 13 بلدا إفريقيا علاقاتهم مع الجمهورية الوهمية، وذلك منذ عام 2000.